العرضية ولا زالت عنابية والمحاولة خطيرة. الله الله، يبداها الكوري لأصحاب السعادة، هدف كوري بعيد. شوف الكوري ما سجل للعنابي ولكنه اختار هذه المباراة الكبيرة جدا. كرة في غاية الصعوبة بالمناسبة، تذهب في زاوية قاتلة جدا على مرمى الحارس الوصلاوي راشد علي. ما في حارس مرمى يستطيع انه يتصدى لمثل هذه الكرة. داوية هنا في معقلهم، هنا باستاد الزاع بن زايد يتقدمون. جول جول من ضربة ركنية ومن كرة كذلك راسية. شانجة شوف هذه هي شوف الراسية في مكان وين. شانجة كرة راسية كورية جنوبية ويقلص الفارق شنجريم للوحدة وتصبح النتيجة 2-1. اسماعيل مطر نقل كرة عرضية عالية خطيرة بالراس. نعم الثاني، سجل الثاني بعد عرضية من الأسطورة اسماعيل مطر. نقل كرة عرضية بالمقاس على راس واوريم، وواوريم يسجل هدف ثاني في هذه المباراة وفي هذا اللقاء لمصلحة نادي الوحدة، والمشكلة الدفاعية مستمرة. هي المساندة واللي يعني بتأيد وبتدعم فريقها. وادي أمامنا هنا ركلة ركنية سمعة، ركلة ركنية من سمعة وممكن التعادل. يأتي التعادل عن طريق اللاعب ريم، يأتي التعادل عن طريق اللاعب ريم. إذا الركنيات هي كلمة السر. الركنية جونزالو فيينا من ركنية، ولكن هنا أمامنا هو ارتقاء وتعدي الكرة من الجميع ولقاها. هو سندها ريم أمامنا هو يسندها ويضعها في مرمى الحارس عمر باري. هدف التعادل 1-1. ريان بيدفع ثمن التراجع اللاعب الذي حمل مع الهلال كأس خطيرة. جول لصالح فلان في أول 12 دقيقة تقريبا. يتدخل الوحدة ويسجل شانغ واوريم اللاعب الكوري والمدافع اللي معنا في الصورة. هدف المباراة الأول لصالح الوحدة. شايف هذه اللعبة من ضربة ركنية ثم بعد ذلك يتدخل برأسية الكوري شانغ واوريم، وهو الكوري الثاني هنا في هذه المباراة بعد الكوري الأول. شانغ لاعب نصف ملعب فريق نادي الشارقة. طبعا هنا الهدف لاحق تقف على طول، والرأسية كانت رائعة من جانب المدافع شانغ الرجل الذي تكفل بالتسجيل.